نائب الربيع المجلس رئيس مجلس البلديه والانصار توغان نهار الدوران ناقش مجموعه النقط، وانما لم يكن جدول الاعمال يخسر يحضر الرئيس النواب كي 7 النواب ماشي قال الميثاق الجماعي الجديد الاثنين كاين جدول الاعمال ويحضر النسب الرئيس ويحضر شخصيا ويحضر جدول الاعمال كاين يمكن 2 الاعضاء كاين جمال الفاروق ميمون العيسى ويحضر نشوى حضر البوزيدي ويحضر حميد والغرس ويحضر تونسي وغاس نبوس الصلاحيه ما كاينش جدول الاعمال الشين دايته تلميذ الدوران حرجيثا بدل خص داويين لائحه التوقيع يتحمل العماله رئيس النقط جدول الاعمال اثنين جدول الاعمال كيتسجل بطريقه غير قانونيه نشين ناقش ديال الدوره ونطلب يدول دي المحضر الاجتماع نشينا نخدم لنا يعني اثنين على جاوبا من تلمي عياليزيسي فوكي مؤخرا تغنكا عندك الدوره استثنائيه خصو قني بالوتشينو نحضر نشين 3 نواب اننا جوا غنقبو النسب القانونيه نلغى الدوره النيم قبل الزياره الملكيه رخنا كيف يعقل 2 سنه كاين جدول الاعمال ما يمكنش الرئيس غائب يحضر فاروق جمال الموظفين وغاسلوا الحق ديال جدول الاعمال. جلبوا الاجواء الدوره ما مشتعلوا. الاجواء الدوره قزري من النيت وسين تحضر نكمل الاعضاء يتحمل المسؤوليه يكمل النصاب ومن بعد نسحب. والعضو قسوه خسي وذاني خصها يحل المشاكل المواطنين حتى لا يسجل الحضور يفغي وجوه. وخميس انتقال المسائل القانونيه كان ذاك شي وجوبات القانون قال شي القانون نتحكم على القانون شما طرحت واش القضيه قانونيه شك جاوبات القانون قنعاين اذا لا كانت قويت لا اعضاء قصدي مش حيحضرني يحضر النصاب القانوني ومن بعد بدات انسحاب هنا قسوه خاصني وذاني خصها نقوم من الواجب نسواجد نسحب يخسر يحضر والسلام عليكم. مامش كنختار لكم مواقع الكترونيه بالضبط باليسار مره نهارات وغنغ في اطار نحضر اولا كساكنه تندينت لمراقبه اجواء الدوران اكتوبر ما مشتعلوا والخطير في الامر بانه جدول الاعمال وننشين انه في دائره الاخوان الاعضاء نكسجل النسخه الزايس ما اثار الانتباه لنا وهو النقطه الرابعه وهو دراسه مشروع اتفاق الشراكه والتعاون بين بلديه بني صار وجمعيه التفاوين نعرف بهدف احداث ملاعب للقرى. النقطه يا خطيره جدا خطيره ولم يسبق لاحد المجالس البلديه لا في المغرب لا خارج المغرب ان قام احد اعضاء المجلس البلديه الذي ولج هذا المجلس عن فريق حزب العهد الديمقراطي وبالضبط وهو السي سعيد بن يحيى ان قام ان ادرج نقطه في جدول الاعمال لتستفيد جمعيا شخصيا بشراكه المجلس البلدي الذي هو عضو في مجلسها. احرى كان عليه ان يقوم باحداث نقط تنظيم نقط داخل جدول الاعمال للمجلس من اجل احداث مجالس القرب في اطار الاسلوب في اطار الدور النص بصفته كعضو مجلس بلدي، الا ان النيه المبيته كالعاده السيده واتحمل المسؤوليه لانه اولا يستعذوا موارني يعذون في الدوره يعذون المشروع عكاريا وذكر النص يستعذوا المشروع عكاريا لو ذكر النص وذا القانون خطير يمنعه بذلك يستعذوا هو الزم الاعضاء من اجل تصويت المشروع عكاريا وتدخل فيه شخصيا واتحمل المسؤوليه لانني كنت من المعارضين باش المسائل الشخصيه العائليه اللي يدخلنيش العضو المجلس البلدي هما يفك المسائل ما يدخل هذه يفك المشاكل المواطن العادي بوركي ذكر الناس غاصه غادا الناس يهداد ذكر المشكل انا خاصنيش نحاش النغنيت مني على سعيد بن يحيى هو الممثل داخل المجموعه المكلفه بمراقبه شركات فيوليا اي النظافه ومن دون غير النظافه ويتفرنسا هو انت دايت ورا بني صغاق يجي الرجل فاشل يريد ان يستغل ايضا المجلس البلدي لاغراض جمعويه. لماذا؟ وهنا اريد ان اقول بان المجلس البلدي اذا اقدم على اتفاقيه شراكه مع هذا السداد في هذا المجال هذا نحن اولا
بصفتنا مواطنين نتوفر على بطائق الانتخاب ديالنا وصوتنا على هاد الناس هذه، المجلس ما غاديش يعجبو الحال منا، لان الحمد لله حنا ولاد بليصار، العائلات ديالنا، خوالنا، عمومنا سنلزمهم باطار تطبيق الميثاق الجماعي في اطار باننا يمكن لنا طبقا للقانون وبناء على الرقم البطاقه ديال الناخب ديالنا اللي كنتوفروا عليها غادي نتابعوا هذا المجلس البلدي ونشوفوا الابعاد ديالو. وانا اقول وانا احذر المجلس البلدي، راه ناس راهم في الحبس في وجده، اخشى على المجلس البلدي ديالنا غادي يوصلوا نفس المآل، وان شاء الله الرحمن الرحيم كاينين شي وحدين غادي يمشيو قريب ان شاء الله الرحمن الرحيم للحبس على حسب الاختلالات اللي داروا في الفضيحه ديال بني صار، لان هناك من المستهترين بحال سعيد بن يحيى اللي كيلعب في المصالح الشخصيه ديال كيلعب في المصالح العامه ديال ساكنه بني صار.